سنة 2024 كانت كرة القدم البرازيلية على موعد مع صراع جديد، مش صراع منتخبات ومش صراع بطولات، ده صراع أجنحة، صراع يمين وشمال، صراع رافينيا ضد فينيسيوس، واحد لابس أحمر وأزرق وتاني لابس أبيض، جناحين بس كل واحد فيهم شايل فريقه على كتافه. في برشلونة الجماهير شايفة إن عندهم جناح مظلوم إعلاميا، بس قيمته في الملعب أكبر من أي كلام، وفي مدريد بيقولوا إن عندهم أخطر جناح في العالم، لاعب لا يوقف، سرعة ومهارة وقتل للمباراة. ومن هنا بدأت المقارنات. من ناحية رافينيا لاعب ذكي هادي، باصات قاتلة، تسديداته بيفهم التمركز صح، لاعب بيكمل المنظومه مش بس بيستعرض. ومن الناحيه الثانيه فينيسيوس جناح سريع ومراوغ، بينفجر في اي لحظه ودايما يقدر يعمل لك مشكله دفاعيه لو سبت له متر واحد. بس السؤال اللي يهمنا مين فعلا فيهم الافضل؟ مين الجناح البرازيلي الحقيقي؟ عشان نجاوب السؤال ده هنقارن بينهم ب 16 معيار. المعايير دي انا اللي حاططها بنفسي، انت ممكن يبقى عندك اختلاف في المعايير. اكتب لي تحت في الكومنتات بعد ما تشوف الفيديو ايه المعايير اللي المفروض كنا نحطها واحنا ما حطيناهاش. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه عشان احنا عايزين نوصل لل1000 قبل نهايه السنه. ويلا بينا نبدا. المعيار الاول اللياقه البدنيه. فينيسيوس ماكينه جري، سرعه، قدره تحمل، انفجار بدني، بيلعب 90 دقيقه وبيجري فوق ال 10 كيلومتر عادي. رافينيا بقى ممكن يتفوق هنا، لان رافينيا هتلاقيها من اكتر اللعيبه اللي بتعمل ضغط عالي وبترجع تدافع وبتكمل ال 90 دقيقه عادي، عكس فينيسيوس اللي نادرا لما بيرجع يدافع، وده عامل مشكله كبيره في منظومه مدريد على فكره. وبالنسبه للاصابات فالاثنين اصاباتهم مش كتير قوي عكس لعيبه ثانيه، فالنقطه هنا هتروح لرافينيا عشان رافينيا يزيد عن فينيسيوس انه بيرجع يدافع كتير. المعيار الثاني قطع كور. الجناحين مش تخصصهم الدفاع، لكن زي ما قلت رافينيا بيرجع يدافع كتير. رافينيا بيقطع كورات كتير بسبب تمركزه الصح، بيفهم الضغط الجماعي لبرشلونه وبيقفل زوايا الباص وبيسرق كور كتير من غير ما يعمل فاول. فينيسيوس ضغط هجومي مش دفاعي، وكتير تلاقيه بيقف يتفرج على هجمه الخصم، فالنقطه هنا محسومه لرافينيا. المعيار الثالث التحكم في الكوره. فينيسيوس تحكمه ممتاز وهو بيجري، لكن وهو ثابت كوره ساعات كتير بتهرب منه. رافينيا تحكمه نظيف، بيقف يستلم الكوره، يعمل باص من اللمسه، ما بيفتكسش يعني، وبيستند تحت ضغط وبيفتح الملعب كتير. رافينيا عقلاني اكتر في التحكم. فينيسيوس ممكن تحكمه يكون كويس، بس النقطه هنا هتروح لرافينيا. المعيار الرابع المراوغه. هنا فينيسيوس وحش ما فيهاش هزار، سرعه، تغيير اتجاه، لمسه، بس رافينيا مراوغ من نوع تاني. مراوغ مش استعراض، تعدي وتستلم وتعمل باص قاتل. لكن لو بنتكلم عن الانفجار والواحد ضد واحد ففينيسيوس هنا هيحسم اول نقطه ليه في الفيديو. المعيار الخامس الاهداف. المعيار ده انا مش هقدر افضل حد عن التاني لان احنا هنتكلم بالارقام. فينيسيوس بيسجل كتير وفي مباريات حاسمه كمان، لكن رافينيا تفوق عليه جدا اخر فتره في الحته دي. رافينيا السيزون اللي فات سجل اكتر من 40 جون من كل حته في الملعب، على عكس فينيسيوس اللي هتلاقي اغلب اهدافه من جوه منطقه الجزاء، فالنقطه هنا لرافينيا. قبل ما نقول المعيار السادس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان نوصل ل1000 سبسكرايبر قبل نهايه السنه. المعيار السادس هو الالعاب الهوائيه. طول الاثنين قريب نوعا ما، والمعيار ده رافينيا بيتفوق تفوق كاسح. فينيسيوس لعيب ما بيلعبش بدماغه عكس رافينيا اللي سجل اهداف كتير بدماغه، عشان كده في المعيار ده اللي هيكسب رافينيا. المعيار السابع السرعه. باختصار فينيسيوس اسرع، وده مش معناه اني بقول ان رافينيا بطيء، بس فيني يتفوق، فالنقطه هنا لفينيسيوس. المعيار الثامن التمريرات القصيره. رافينيا هنا ماستر فيها، لمسه لمستين، باص في العمق، باص على الطرف. في المقابل فينيسيوس تمريراته ساعات بتهرب منه، فالنقطه هنا لرافينيا. المعيار التاسع التمريرات الطويله. رافينيا عنده رجل شمال خبيثه، يقدر يغير اتجاه اللاعب بتمريره واحده ويلعب كرات سويتش بدقه عاليه جدا. فينيسيوس مش متخصص في التمريرات الطويله، النقطه هنا لرافينيا. المعيار العاشر قوه التسديد. رافينيا تسديداته صاروخ بالمعنى الحرفي، واحنا كلنا شفناها في دوري الابطال او الدوري، وخصوصا من بره منطقه ال 18. فينيسيوس بيسدد بس مش معروف كتير تسديداته، النقطه هنا لرافينيا. المعيار ال11 القياده. رافينيا في غرفه الملابس محبوب جدا، صوته مسموع، وفعلا هو القائد الفعلي لبرشلونه، وكل اللعيبه بتبقى عايزاه هو يبقى القائد حتى الجماهير. لكن فينيسيوس مش شخصيه قائد، واعتقد ان كل جماهير الريال تتفق معايا في النقطه دي، فالنقطه هنا لرافينيا. المعيار ال12 الاخلاق. رافينيا هادي، مفيش مشاكل ولا استفزاز ولا شتيمه لما بيخرج من الملعب. فينيسيوس نجم عالمي بس كتير بيدخل في مشاكل مع الجماهير والحكام، حتى مع مدربه لما بيفكر يبدله، فالنقطه هنا 100% هتروح لرافينيا. المعيار ال13 الذكاء التكتيكي. رافينيا فاهم اللعبه على مستوى المنظومه، بيعرف يوسع اللعب، بيعرف يضغط صح وامتى يدخل العمق. فينيسيوس بيفهم بس بيشتغل اكتر على ال1 تو 1، فالنقطه هنا لرافينيا. المعيار ال14 هو التاثير في الفريق. تاثير فينيسيوس هجومي كبير جدا، اكيد لو اختفى من هجوم مدريد هينقص هجوميا، بس مدريد مش هيقع جامد لان عندهم امبابي، وانتوا شايفين اخر فتره امبابي عامل ايه، وفينيسيوس كمان ساعات بيقعد دكه. لكن رافينيا لما بيغيب برشلونه بيفقد التوازن على الطرف، وبيفقد اللاعب اللي بيعمله الضغط العالي بالطريقه المظبوطه. الاثنين مؤثرين لكن تاثير رافينيا واضح جدا، فالنقطه هنا لرافينيا. المعيار ال15 تنوع المراكز. فينيسيوس جناح شمال وبس، لو غيرت له مركزه هيقل مستواه. رافينيا بيلعب يمين وشمال، لو قلت له يلعب مركز 10 هيقول لك يا ريت، لو قلت له يبقى جناح عكسي او جناح كلاسيكي او حتى كظهير هجومي مش هيقول لك لا، فالنقطه هنا لرافينيا. المعيار ال16 التاثير
التمثيل الاعلامي والجماهيري. فينيسيوس ترند عالمي، اغاني وفيديوهات واحتفالات، سوشيال ميديا كتير. رافينيا اهدى شويه، مش سوبر ستار اعلاميا، فالنقطه هنا لفينيسيوس، ودي النتيجه النهائيه. وبكده رافينيا يكسب المقارنه. بس زي ما قلت الفيديو اللي فات، المقارنات دي بمعايير انا اللي حاططها، وده رايي الشخصي، وانت اكيد ممكن تختلف معايا، وممكن يبقى عندك معايير تكسب فينيسيوس، او عندك راي في معيار احنا قلناه النهارده واديناه لرافينيا وما اديناهوش لفينيسيوس. وعشان كده هستناك في الكومنتات، ايه المعايير اللي لو كنا حطيناها كان ممكن فينيسيوس يكسب الحلقه دي، او ايه المعايير اللي انا قلتها لرافينيا انت شايفها كانت ممكن تحسب لفينيسيوس. وبس، هو ده كان فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه، ولو عايز تشوف مقارنه بين لاعبين اكتبهم لي تحت في الكومنتات وهنعملهم الحلقه الجايه. روح اتفرج على مقارنه بدري وبلينجهام، ما تخليهاش تفوتك، وهستناك في الكومنتات. سلام.